السلام عليكم. معكم سليم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على لاعبي المنتخب الوطني الجزائري والأداء اللي قدموه في هذا الأسبوع. نبداو باللاعب الأول اللي هو العربي هلال السوداني، اللي سجل هدف رائع في هذا الأسبوع ضد نادي ريجيكا في الدوري الكرواتي. نادي ريجيكا راهو يحتل المركز الأول على بعد 4 نقاط على نادي دينامو زغرب. هاد الفريقين راهم يتنافسوا على مقاعد في دوري أبطال أوروبا، والمباراة انتهت 1-1 بين فريق دينامو زغرب ونادي ريجيكا، وعرف التسجيل العربي هلال السوداني هدف تعديل النتيجة بطريقة جميلة عن طريق مقاسية. واللاعب الثاني هو ياسين براهيمي، اللي فاز بنتيجة 3-0 مع فريق نادي بورتو ضد نادي بيلينيسيتش في الدوري البرتغالي. نادي بورتو له يتنافس مع نادي بنفيكا على لقب الدوري البرتغالي في هذا الموسم. المباراة بين بورتو وبيلينيسيتش عرفت تألق اللاعب ياسين براهيمي بتسجيله هدف عن طريق ضربة جزاء، والمباراة انتهت 3-0 بين الفريقين، وياسين إبراهيمي تحصل على جائزة رجل المباراة. رجل المباراة. اللاعب الثالث اللي هو إسحاق بالفوضي، لاعب نادي ستوندار دو لياج البلجيكي. إسحاق بالفوضيل في هذا الأسبوع سجل هدف ورقم 12 مع فريق ستوندار دو لياج ضد فريق سانترودن، والمباراة انتهت 2-2 بين الفريقين. ما نساوش أن نادي ستوندار دو لياج راهو يلعب من أجل الحصول على مقاعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. وانتهت المباراة بين فريق سانترودن وستوندارد دو لياج 2-2، وعرف التسجيل اللاعب إسحاق بالفوضي الهدف ورقم 12 في الدقيقة 37 من عمر المباراة. واللاعب الرابع هو لاعب ينشط في الدوري التركي، وهو نبيل غيلاس، لاعب غازي عنتاب سبور التركي. هذا الفريق له يحتل المركز الأخير هذا الموسم. جمعته مباراة ضد نادي ألانيا سبور. المباراة انتهت بفوز نادي ألانيا سبور 3-2. وعرف تسجيل نبيل غيلاس هدف في هذه المباراة. لكن نادي غازي عنتاب ما زالوا في المركز الأخير، وراهو يلعب من أجل تحقيق البقاء في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم. كان معكم سليم. ما تنسوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي وتبارطاجيو لي الفيديو تاعي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.